هل احنا ينفع نعمل عمليات في رمضان ولا لا؟ عشان نقدر نرد على السؤال ده محتاجين نفرق بين حاجتين. احنا عشان نقيم العمليه بنقول عليها يا اما هي عمليه ايرجنت او ضروريه، او عمليه الكتيف اللي هي نقدر نحدد الوقت بتاعها. فالعمليات الايرجنت دي اللي هو زي حد عنده كسر في العمود الفقري، او لا قدر الله ورم في العمود الفقري، او في ضيق في القناه العصبيه شديد مأثر على الاعصاب، او انزلاق غضروفي شديد مأثر على الاعصاب، وفي الم لا يحتمل. العمليات دي بنقول عليها عمليات ايرجنت، ودي بتتعمل في اي وقت بغض النظر عن رمضان او لا، نقدر نعملها في الصيام ودي ضروريه. النوع الثاني من العمليات اللي هي العمليات الالكتيف، اللي هي حد عنده مثلا تزحزح في الفقرات عامل له الم مزمن في الظهر، او حد عنده اعوجاج في العمود الفقري بقاله فتره مش مؤثر على التنفس ولا الاعصاب. الحاجات دي ضروري ان احنا نعمل عمليه، لكن التوقيت بتاعها احنا اللي بنحدده بناء على ظروفنا الاجتماعيه والماديه والحجوزات بتاعت المستشفى. فالعمليات اللي زي دي ممكن تتاجل بعد رمضان، ما فيش مشكله. طبعا دي مش فتوى دينيه ولا حاجه، ده راي طبي شخصي بحت. وربنا يتقبل مننا صيام رمضان ويعيننا على القيام، وكل سنه وانتم طيبين.